تخيل كده الموضوع بقى مريب ومخيف جدا 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 جدا. تخيل كده تبقى انت شاري مثلا حتة ارض وسايبها، وابوك يقول لك روح بص كده على الارض الدنيا فيها ايه والكلام ده. تروح تلاقي الارض مبنية 3 ادوار. مبنية 3 ادوار وانت ما مش فاهم حاجة. مين اللي بنى الارض دي ومين اللي عمل ده؟ ما تعرفش اي حاجة في اي حاجة. ولما تسأل طب انت كنت يمكن مع واحد اتلخبط ولا يقول له لا والله ده كنت مع اهو الحمار اهو، وحته مش عارف ايه هنا. انت معلم الارض بالحمار يا عم. يا عم حرام عليكم، حرام عليكم والله العظيم، اقسم بالله. ابويا مصحينا نشوف الارض بتاعتنا حد زرعها ولا لا. ففي واحد بناها ما شاء الله، طلع بالثالث ما شاء الله يعني. سمع بقول لك يا يابا، هو مين اللي في مين ده؟ مين اللي في البيت ده اللي بيطلع بالثالث ده؟ لا الارض بتاعتنا بس مبنيه يعني مش يعني عادي يعني بسأل. في بنى عليها بالغلط ولا حاجه؟ ايه بنى عليها بالغلط ولا حاجه؟ يا عم بقول لك ركن فيها، بنى دي خلاص مش بتاعتنا عشان ناخدها تاني. يمكن انت متلخبط في الحته يا عم لا هي معلمه بالحاجات ديت، والحمار اللي واقف ده وايه اللي بنى عليها بالغلط؟ ما احنا ممكن نبني على اي واحده في وسط البلد ونقول بالغلط معلش وخلاص بقى بتاعتنا صح؟ روح كسر عليه البيت ابويا. ماشي بقى، اما انا هجيب له ابويا كسر عليه البيت بقى بدل ما يحبسني يقول لي انت بعت